ايه؟ حيطان. ايوه مش كتير. ده مسجد الناصر محمد الألوي. بص عليه. هنا ورا. عشان شقة لا يا باشا، لا يقدر يعمل كده، يقدر يعمل كده تاني. يعمل احسن من كده بس مش هيعمل ده. مش هيعمل ده ليه؟ الحاجات دي كانت عايزه ناس قديمه، عايزه ناس فاضيه ورايقه ان هي تنحت في الحجاره وتعمل شغل زي كده في الرخام. هي خدها فيديو. تعالى بس صور على بره. على بس يا ابني. ايوه عارف صح. كان بدأ في رمضان؟ في رمضان ساعة الفطار. اه القاهرة كلها. يا اللهم صل على النبي. الدولة العثمانية. الدولة الفاطمية. فاطمية. قال لك هنجيب مدفع يسمع الناس في المغرب ألسن. جابوه حطوه دوروا على قمة هنا ليه بس ده اللي بتاع دي بتطير صح؟ تعمل صوت بس، صوت قنبلة صوت. الناس بيسمعوا بعض. صور العلم ولا الله خلاص. ده جامع الرفاعي. ده جامع الرفاعي. جامع الرفاعي، كمان دول جامعين الرفاعي. واللي جنبه جامع اسمه السلطان حسن. الصغير. السلطان حسن اللي هو الصغير. الصغير اللي فوق. الجامعين اللي هناك دول جامع الرفاعي.
دول جامعين عظام يعني. بس طب- كانوا طب- زمان مفتوحين، دلوقتي مقفولين. لا، مش غير الجامعة السلطان حسين دول تقريبا اللي مصلوا فيه. هو والتاني الجامعة التاني. بس جوامع كبيرة أوي. كمان في حاجات كتير أثرية. ايه ده؟ بص وزارة الخارجية ظاهرة منين؟ ايوه، المباني الكبيرة هتظهر برج القاهرة. فين؟ برج القاهرة. هناك اهو. وكنت اسمه رميس الأحمر اللي احنا كان في ظهرنا واحنا على الكوبري. شفته. فندق الشيراتون هناك هو المدور اللي هو عند التفريعة بتاعت النيل. فندق الميريديان. طب وايه المكان اللي هناك ده اللي عليه العلمين؟ ده كان اسم شرطة الخليفة. شرطة. اسم مركز شرطة. ده اسم شرطة الخليفة. ده اتحرق في ثورة 25 يناير وجددوه تاني. طب وده؟ ده انهي؟ اللي هو القبة الكبيرة ده. اللوبة ديت هتلاقيها مدفن لحد. اصل بص، معظم الأماكن هنا تراب، يعني هنا هتلاقي تراب. كل المقامات ديت تراب. مقامات ناس ماتت معمولة تراب. كل القبب اللي هناك ديت لها مقابر أصلا واتعملت جوامع مكانها. صورت المدفع؟ ايوه صورت. تقريبا ده بقى. ايوه الحتة الحرفة دي ايه دي بقى؟ تقريبا كانت سجن. دي سقطة دي ولا ايه دي؟ لا، في سلم اهو، في سلم نازله كده بسلم نازلة؟ تقريبا. في سجون تحت، كانت سجون. سجون مداريه، لان كان في زمان كان في ظلم. عشان يداروا الناس كانوا بيخبوهم تحت الارض وكلام من ده. هتلاقي في سجون تحت الارض متاكد. بدل عاملين. شايف الشجره دي طالعه فين؟ شجرة؟ الشجره دي طالعه على الحته ازاي؟ سبحان الله. بس ده وجدل ظاهر. بس هي ناشفه. هتمشي ازاي؟ سبحان الله. طالعة ازاي؟ ده طالعة على الحيطة. شايف العمدان دي؟ عمدان الرخام اصلا بتاعت الجوامع اللي كانت جوه برضه. بس طب والقبة الصغيرة اللي في ايه؟ فوق كل دي قبب بس منظر كده، منظر. منظر بس. القبب دي كلها منظر، بس لما تخش جوه الجامع بقى هتشوف القبب دي كلها. من تحت. شوفها فاضية من تحت. بس كان حلو ده. المدفع ده كده بس بيحط فيه حاجة عشان تضرب. ايوه، بتحط قنبلة. قنبلة صوت. ايوه بتحط من قدام. من قدام. زمان بتحط من قدام. كان زمان. وده عشان رمضان بقى. يجي رمضان يقدم قدام كده وتروح تروح شادد الصاب ده. لا دلوقتي عاد بتحط فيها من ورا كده طويلة كده بتحطها وتسكت. البتاعة دي شفتها قبل كده الطويلة العالية الشجرة دي. الشجرة اللي في النص دي إشارات يعني بنين وكده. الطويلة دي خالص؟ شفت بتعلق بيعملوها بدل العمدان. تبقى أقل في التكلفة وأشيك. ويكون شكلها جامد. واحد نزل فين بقى؟ بسرعة عشان كان ينزل. انزل يا حمار. أي واحد ينزل. طب والجامعة خلاص. اللي بعيد. لا قصدي دول يا بابا، قصدي دول. ده هم الاثنين الكبار اللي طالعين فوق. ده مبنيين على النيل، على الكورنيش تبع نجيب ساويرس. بس انت شايف الدنيا الحتة دي احنا مشينا منها دي. لا، احنا جينا بص من الشارع ده اللي جنب الجسم على الشمال. جينا كده وراح لا التوك توك اهو جاي اهو. دخل يمين بقى. مش دخل مش الشارع اللي هو جاي ده كده، لا في شارع اللي هو التوك توك دخل منه. طب تيجي نخش الجامع ده متحف الشيخ. تعالى يلا.
حديث الشنطة. اه تعالى معلش احنا طالعين هنيجي نتصل. صورني انا. تعال امم صورني. سلام صعب. كان حلو. انتوا لسه على ضوءكم من الصبح ولا ايه؟ على ضوءك؟ وانت على ضوءك يا محمد؟ اه اقف جنب الاسد. مش عارف تقريبا مقام ممكن يكون محمد علي باين كده. مقام محمد علي ده ممكن ولا ايه ده؟ جسم الحاج محمد علي. صدوق اه رنجي واسد صاد كويس. دي مقام. مش النجاري ده ولا ايه؟ أربع مركبات هنا. هنا الشارع. بعد اذنك فازي محمد علي. بص يا محمد، ده قبر محمد علي والي ملك مصر. اه حضرة محمد علي، اسمه حضرة يعني محمد علي. يعني ده ده قبر. القبر بتاعه. وفي ناس مدفونة حوالين معاه برضه، بس يعني هو الأصل. القبر نفسه. القبر اللي جوه ده.
بتاعتي شغالة ولا بايظة؟ طيب. زمان بقى بيتاخد صور من هنا للمساجد في نفس الاطار ده، هتلاقيها موجوده عند جدك عبد جدك هنا حفلات. هنا؟ حفلات القلعه. بص انت بص الكراسي هنا جاهزه. وعلى فكره النهارده في حاجه. النهارده؟ موجودين بيجهزوا كده وفي حفله. دايما يعني يأجروها بالليل مثلا تروح مش عارف حفلة دي ثقافية، حفلة مش عارف ايه. تاريخ. وقت العيد ده استقبل العيد. المدفع الحربي الصور عند المدفع. هو لسه في حاجات كتير تانية اهو؟ ايه؟ لسه في حاجات تانية؟ لا المدفع بقول ده لك بيضرب. المتحف التاني ده اللي كان تحفة، بس ايه مش عارف فيهم ليه ولا ليه. طب وده ده ايه ده؟ ده متحف حربي. ده حلو ده. الصور هنا حلو كتير. في المدافع جدين؟ صور. بس دي متجددة على فكرة. دي معمولة بتاعنا. مدفع ساحلي أبوسة 18 من عصر محمد علي باشا. ده من عصر محمد علي. ده كله جديد ده. جديد باين عليه. ده كله كان حقيقي اهو. الحاجات دي كانت موجودة دلوقتي يضرب. لا دلوقتي لو حطيت له قنبله. ما اظنش. الله ايه الحيوان؟ ايه ده؟ ايوه. واحد سوا عندها. ما هو اسم متحف حربي بقى هتلاقيه جايب لك محمد علي باشا. ابراهيم باشا ده بقى اللي خلى فتوحات مصر رهيبه. ابراهيم باشا اقول لك كان عامل لمصر، وسع دايره مصر خالص. فتح كتير قوي لحد ما راح اسطنبول، كان هياخد اسطنبول هي كمان. ابراهيم باشا ما هو أول أكتر واحد كان يعني نسخة محمد علي. اصبر يا حلو. مثال حلو ده. صور اخوك بقى. صور محدد تحديد الصاروخ جاي ازاي، ويروح محدد يطلق صاروخ قصاده عشان هو ده. شفتها على النت. شفتها. ده 15 جهة صنع روسيا اللي هيعمل اكتشاف الأهداف على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة. أقصى مدى للكشف 220 كيلو، يعني يقدر على ارتفاع كمان 6 كيلو، يعني يجيب من ارتفاع 6 كيلو لمسافة 220 كيلو فوق. هتفضل يوم في أكتوبر و6 مدهون على فكرة كان كده. مدهون عشان عشان المطر. بس أنا بقول برضك هي هدناها الجو كده. هدناها كده
وباللون ده الخرافي ده. لا ده بتدين باستمرار آه. كمان عشان ما تصدقش. اديني صورة كده. دي برضه شايلة صواريخ هنا والناحية التانية تقريبا مش عارف دي صواريخ ولا إيه. بص دي صواريخ صغيرة الأربعة دي. عنها الأربعة دول الشبشب. شاركت في حرب العالمين. في حرب العالمين. في حرب العالمين. دي طيارة زيلين. تاريخ دخول الخدمة بالقوات الجوية 57 والخروج 61. يعني ما اشتغلتش غير سنتين ثلاثة 4 سنين. خلاص. طب ما فيهاش طلع، فين الطلع؟ استنى تقريبا الفتحات دي الطلع. بيقول لك الطول العرض الارتفاع اقصى سرعة 226 كيلو. نوع المحرك الطائرة محرك بس دي بتلف بقى لفة، هي بتروح لفة تقريبا. هي اصلا مش طائرة حربية. امال ايه؟ مش عارف. لا اكيد طيارة حربية. ما انا شفت شركة في الحرب العالمية. هي مكتوب هي بتعمل ايه يعني؟ تضرب الحاجات بتاعتها اهو. بص الرافال دي يا محمد اللي بتطلع وبتنزل دي هي دي اللي بتحدد ارتفاع. هي اللي بتطلع الطيارة وبتنزلها. يعني لما الطيارة تكون بطايرة لو عايز يعلى يروح موطي ايه؟ موطي الرفع ده لتحت فتطلع لفوق. اللي ورا ده اللي بيقطع عشان ولما يجي يلف يروح موطي هنا ويروح رافع من هنا. بيلف يعمل دول. لما يجي يطلع قدامي يحرك اللي ورا ده. بس دي ما بتاخدش الا راكب واحد. هي راكب واحد ممكن اتنين. طيارة بترجع تدريب هي 72 وخروج من الخدمة سنة 2000. يعني دي طولت شوية. 2000 كتير يعني. البيانات الأساسية السرعة دوت بقى حلوة دي. الصور دي حلوة. ايه الصور الحلوة دي؟ هما ده كله محتينه؟ بص هعمل لك مطلع لك جند ازاي على على السلم. لو عامل لك بص المجسم اللي ورا اللي هناك ده كانوا في المية. عامل لك كأنه في المية. عامل لك بس معمول ازاي؟ ده كأنه في حرب اكتوبر وهم مية بيعملوا بيقتحموا خط بارليف. خط خراطيم المية والطرمبات وبيعملوا اللي هو ستر التراب. مش فيه دخل. لا بس المفروض يكون فيه دخل. بس كده. يلا يا ماشي يلا خلاص. طب يلا طب يلا. بص ده ايه ده؟ جروب. حرب اكتوبر. وفيها رجال. هيعمل ايه ده؟ دي قنابل. قنابل؟ يا الله. دي قنابل؟ حط فين دي؟ بتبقى فيها ديناميت. هي طبعا متفضيه. ديناميت؟ دي بقى بتبقى متحمله في الطيارات. ويطلقوها تنزل على الارض. تنزل وتروح تفرتك الدنيا بقى. يا لهوي. يا لهوي شو اللي بتاعك الضخمه دي كلها. كل واحده فيها كميه ديناميت على كيف. برضه دول الصواريخ دي فيها ديناميت. بس بتبقى معموله بنظام بقى ان هي تتضرب من الطياره مش تترمي ده. لا دي تتضرب. بتبقى متعبيه ديناميت. بقى 56. طيب
مين ده بقى باقس زكي يوسف ده؟ ولا ده له فكرة استخدام المية في تجريف جبال الرمال التي استمدها من خبرات السباحة في السد العالي. اقترح فكرة على رؤسائه يتم استخدامها في الأساس بص هو فكر في طرمبة المية دي ويرفع وبالمواتير يفتح في الستر التراب اللي هم كانوا عاملينه اللي هو خط بريد. وبعد كده المراكب تعدي من هنا بقى والمدرعات بعد كده تعدي على الايه، على الحاجات اللي زي دي. في مدرعات زي دي كانت بتعوم في الميه. ايوه كان في. ودي اللي كانت بتفتح في الميه وتعدي. يلا صور الصورة هنا وخلاص هنمشي. مينا جنب منه احمس. طب استنى هناخد شوف كله. نصور من اول من هنا، من اول هنا، من الاقدم للاحدث. من الاقدم. ده مملوكي ده. بعد كده سيف الدين قطز ما اظنش. استنى من 1138. لا على فكرة في ناس اصلا حكموا بعد صلاح الدين غير سيف الدين. سيف الدين قطز شايف 1193 1200. ابعد يا يعني سيف الدين قطز ده بعد صلاح الدين الظاهر. بيبرس ده قتل مش عارف في الشك كان قتل مين. قتل واحد عشان يتولى الحكم. في واحد قتله باين كده. محمد علي باشا. طبعا. ابراهيم باشا. ده اسماعيل. ده خديوي اسماعيل. وده عباس حلمي التاني. مش جابوا خديوي توفيق ليه؟ ابراهيم. هو خديوي توفيق. سليمان باشا. سليمان باشا. عليهم بقى كده وشوف انت هتمسح على ايه عشان خاطر المدير هيجي والدنيا